تعرف ان ثقتك وحسن ظنك في ربنا يغير لك قدرك؟ راحت امرأة لسيدنا موسى وقالت له: يا نبي الله، ادعو لي ربك ان يرزقني بولد صالح. دعا سيدنا موسى ربنا ان يرزقها بالطفل، فرد عليه ربنا وقال له: اني كتبتها عقيم. فمشت المرأة وجات له بعد سنة، قالت: يا نبي الله، ادعو لي ربك ان يرزقني بطفل صالح مرة تانية. فدعا سيدنا موسى ربنا، فرد عليه الله عز وجل: اني كتبتها عقيم. فرد عليها سيدنا موسى وقال لها: يقول الله عز وجل: اني كتبتها عقيم. وبعد سنة شاف سيدنا موسى نفس المرأة وهي شايلة طفل، فسيدنا موسى سألها: مين الطفل ده؟ فردت عليه وقالت له: الطفل ده ابني. فكلم سيدنا موسى ربنا وهو مستغرب وقال له: ازاي المرأة بقى عندها طفل وانت كتبتها عقيم؟ فرد عليه ربنا وقال له: كلما قلت عقيم هي تكون رحيم، فطغت رحمتي على قدرتي. عشان كده لازم تثق في ربنا وتحسن الظن فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي. ولو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان نستمر.